البكالوريا هو امتحان وازن في المجتمع الجزائري وله أهمية كبيرة. ما أقوله بخصوص الامتحان، أنتم تلاحظون أنه هناك استقرار في القطاع، هناك برامج تكتمل، هناك عمل قاموا به كل الأساتذة وكل رؤساء المؤسسات وكل المفتشين وكل العاملين في التربية. بالنسبة للبكالوريا أطمئن أبنائي وبناتي وأقول لهم لا داعي ولا مدعاة للارتباك، لأن هي اختبارات هذا الامتحان هي اختبارات عادية كالاختبارات التي يجتازونها في ثانوياتهم. وحدث في السابق أن اختبارات ما يسمى بالاختبار الإكزامان بلان، الاختبار كان أصعب من البكالوريا. هذا أولا. ثانيا، لن يمتحن أحد من أبنائنا في درس لم يحضره حضوريا، يعني لم يأخذه حضوريا. ثالثا، أن كل المكتسبات التي كرسناها سابقا من نصف ساعة إضافية لاختيار الموضوع والحفاظ على موضوعين اختياريين بالنسبة لكل مادة في كل شعبة، هي كلها مكتسبات محتفظ بها. فأبنائنا لهم كل الفرصة وكل الإمكانية للنجاح في هذا الامتحان إن شاء الله. أدعوهم إلى التركيز على الامتحان وعدم تشتيت تركيزهم على أشياء أخرى أو الذهاب إلى شبكات لن تفيدهم، بل التركيز على الامتحان. وأدعو الأولياء، يعني أطمئن الأولياء بهذه المناسبة وأتمنى